هو ليه انت يا سيف بتعمل كده؟ من سنتين نزلت فيديو بقول للناس لو ما عملتش ارباح من الدروب شيبينج يبقى انا بطل المجال. هنا بقى مش كورس، هنا 8 دقايق لو ما خليتكش تعمل فلوس من الدروب شيبينج ببلاش، مش هاخد منك ولا مليم، ابقى مش انا سيف محمود وبطل المجال. طيب، قبل اي حاجه اي تساؤل، هو ليه انت يا سيف بتعمل كده؟ مبدئيا كده يا شباب لسبب واحد بس مش اكتر. الناس طلعت وانا تاريخي من 2019 ابتدى ينزل، فاللي هو انا لازم اطلع بحاجتين، لا اما لايف ستايل وريزلتس، ودي يعني دي مفيش اسهل منها اهي. الحاجة التانية ان انا اطلع بقيمة وحاجة فعلا تفيد الناس. انا دايما بفكر كده، ادي قيمة ومالكش دعوة باي حاجة تانية. وانا بالنسبة لي بوعدك ان انا كسيف مش هاخد منك ولا مليم، بالعكس انا جاي افيدك. واسمع مني واسمع ونفذ الكلام اللي بقولك عليه، عشان اللي بيسمعني دلوقتي حد لا اما داخل دروب شيبينج ده بنسبه 10% و90% من اللي بيتفرج عليا دلوقتي لا اما عمل ستور وقفل منه، لا اما عامل ستور ومش عارف يعمل له ماركتنج، لان كل الناس برعت ان هي تعلمك ازاي تعمل ستور. بس الدروب شيبينج اتس اول اباوت ماركتنج، فبالتالي انه ما عرفتش تعمل تسويق يبقى انت فاتح محل في الصحراء بجد. فتعمل حسابك انك هتنفذ الكلام اللي بقولك عليه، لو انت قافل ستور هتفتحه وتشتغل بنفس الطريقه اللي بقولك عليه. دلوقتي احنا هنشرح الانفلونسرز ماركتنج. الانفلونسرز ماركتنج هم ناس بنبعت لهم، عندهم فولورز، بنبعت لهم منتج ونديهم كاش بصفه صغيره ويجيبوا لنا ريزلتس زي دي. ده يوم 19 ليوم 20 8 2025 هنعمل ريفرش اهو بره وجوه، والدنيا حلوه تمام بكونفرجن ريت 6%. من غير ما اضيع وقت هنروح لبرزنتيشن. انا مش تبع برزنتيشن، تبع ورقه وقلم لو الناس عارفاني، بس الفكره كلها خلينا نروح للبرزنتيشن عشان انظم لك افكارك، عشان مش كل الناس ممكن تلقط معايا بصفه سريعه، لكن بالبرزنتيشن هيبقى الموضوع الطف شويه. يلا بينا يلا بينا. الانفلونسرز هم ناس مش مشاهير بس، ناس بتتاثر بيهم زي والدين، زي اي حد انت بتساله في الشارع اروح منين، من المكان الفلاني، الدكتور، المعلم، المدرس، اخوك، اختك الكبيره، اي حد انت بتسمع كلامه. فمش شرط يبقى مشهور، مهم ان الناس تسمع كلامه. فبالتالي ده موضوع الانفلونسرز ماركتنج بصفه بسيطه. الانفلونسرز مش بس بيجيبوا لك سيلز، بيدوا لك 3 حاجات مهمين جدا. اول حاجه البراند اويرنس، ناس تقعد تتكلم عليك سيف محمود سيف محمود سيف محمود سيف محمود، مين سيف محمود؟ ده الاويرنس. تاني حاجه البراند تراست، شخص مش عادي بيتست البرودكت بتاعك. مفيش زبون بيحب انه يكون فار تجارب، عشان كده يقول لك الاقدميه بتكسب. ليه؟ لانه متجرب ودنيا وبتاع. لكن دلوقتي مفيش حد بيحس ان هو لا انا عايز اشوف حد يعني عامل تيست للبرودكت. تالت حاجه بيزودوا لك الانجيجمنت عندك وبيبنوا لك قاعده يعني جماهيريه بس على المدى البعيد. يعني مش نتعامل مع واحد ولا جيم شارك اللي عامله ملايين متعامله يعني ما في 500 انفلونسر بالعدد، يعني رقم حقيقي بينزل لهم في اليوم. بس الفكره مع عدة المليار. انت الفكرة كلها يا جماعة الناس دي والله عادية، بس الفكرة كلها استمرارية وعادي. مش عملت تيست مع انفلونسر خلاص فشلت، لا تاني وتالت وتبقى غلس. مش بس كده هعلمك هديك كل حاجة ببلاش، لا ده انا هديك لستة من الانفلونسرز، ناس مشاهير، هتكلمهم هتقول لهم انا عايز اتعامل معاكم، تبعت لهم منتج وتشوف ريزلتس زي كده ببساطة شديدة. يعني من الاخر مالكش حجة. وانا من الليستة اللي انا هديها لك النهاردة الموضوع هيبقى البداية عنده، بس بعد كده تفضل برضو ورا الموضوع، لان هعلمك من اول ما انت هتجمع الناس لحد لما تقفل الديل. موضوع بسيط تماما. الانفلونسرز 3 انواع. احنا النهاردة هنتعامل مع الماكرو مش النانو. الماكرو ولا المايكرو ولا النانو ومسميات كترت، بس احنا النهاردة هنتعامل من 10,000 فيما فوق عادي جدا. اهم حاجة يبقى قوة تأثير الانفلونسر ده. انت ممكن تلاقي واحدة عندها 10,000 متابع اقوى من واحده عندها مليون. ليه؟ لان اللي عندها 10,000 بيتفاعلوا معاها مثلا 300 واحد، 300 زبون، ومليون دي جايبه فولورز وقصص وبتاع. فالموضوع مش بالكم بل بالكواليتي. الماكرو
مش الميجا والناس الكبيره، الناس دي في النص، هنتعامل مع الميدل من الاخر. الناس دول اكتر حاجه في الاربع نقط، في الخمس نقط اللي انا كاتبهم دول، ان هم بيعرفوا يعملوا كونتنت، بيبقوا اكتف مع الاودينس، لسه بيبنوا، مش زي طبعا الناس ساعات يا جماعه في مشاهير بينزلوا صوره واحده وخلاص، بيبقوا مش كوميتد، بيتعاملوا مع الاودينس بتاعهم ان هم حسالة. دي طريقه تسويق. بس الفكره ان الناس دول، لا انا عايز ناس قريب من الجمهور بتاعهم، بيأثر فيهم فعلا. غير كده في الاخر ان انا بتعامل مع ناس لسه بتستارت، فعايز حاجه، مش عايز اجيب لك انفلونسر ياخد لك 500 و600 دولار عشان يجيب لك النتائج دي. لا انا عايز حد ياخد مني 100 200 ويجيب لي من 3 ل5 اضعاف اللي انا اديتهوله. دول بعض من الانفلونسرز اللي احنا هنتعامل معاهم، اللي عنده 50 ولا 24 و30، بس كلهم عندهم انجيجمنت وعندهم تأثير كويس. التأثير ممكن تبقى واحدة عندها مليون بس ايه، نانو، التأثير بتاعها صغير، مش عارف هتأثر في الناس كلها، شارية فولورز. فالفكرة كلها ان دول ماكروز بالمسمى الانفلونسرز في المجال، او اقول لك على حاجة، بيبقوا اسمهم بريميوم مايكرو. طيب ازاي نجيبهم؟ عندك 3 طرق. اول طريقه انك تخش على نايكي مثلا، وتخش على براندات زي الكومبيتيتورز، وتخش زي اول سكرين شوت على الشمال هنا، ان تخش على التاج سيكشن وتشوف الناس اللي بتعمل تاج لنايكي. هتلاقي في براندات كتير، فوريفر 21، فاشن نوفا، شي ان هتلاقي في ناس كتيره قوي. تاني حاجه لما تيجي تلاقي انفلونسر، بتخش على السيميلر بروفايلز، الانستجرام بيجيب لك اللي شبههم. تالت حاجة بتسرش على الايجنسيز، الانفلونسرز ماركتنج ايجنسيز، وده موضوع حلقتنا النهاردة، ان انت موضوع الايجنسيز هي اكتر حاجة بيوفر على الموضوع. انا بالنسبة لي بقيت، كنت في الاول بدايتي كنت بجيب ناس تتعامل مع الايجنسيز والانفلونسرز، بقيت بحس ان التكلفة يمين او شمال وكوميشنز زيها زي الايجنسي، فقررت تشتغل مع الايجنسيز. يعني في ايجنسيز، في ايجنسي اللي انا هرجعها النهارده ده انا اشتغلت معاهم اصلا. يعني ايه، قلت لهم انا هبتدي اشتغل معاكم وانا كذا، بس مش عايز دعايه، انا عايز اتعلم، عايز اتعلم الكوبريت الكبير بيقفل الديل ازاي، عشان ابقى ملم بالقصه كلها حتى في المطبخ، عشان ابقى عارف ان انا لو هطلع افيد الناس هطلع اعمل ايه. وكنت بتوغل اكتر في المجال. فالايجنسيز انسب حاجه ل4 اسباب: بتخلص لك الديل، الانفلونسرز بيتنكوا في البدايه، ما حدش بيرد عليا، ما حدش الايجنسي لا بتبقى متفهمه ان انت دروب شيبنج، متفهمه ان انت راجل على الله حكايتك، بتبقى متفهمه حاجات كتير، بتبقى متفهمه، فده بيردوا بسرعه ان هي متفهمه البيزنس بتاعك، متفهمه التارجت بتاعك. بس مشكلتها ان هي هم غاليين. انا هديك 3 ايجنسيز من ضمنهم واحده كويسه افوردبل، واتنين غاليين شويه بعد كده بعد لما تحقق. يبقى انا يعني من الاخر انا هديك ايجنسي من اللي عملت لسيف الافات واللي اكتر. يعني من الاخر مع كل ستيج هديلك في الاكسل شيت اللي هدولك في الاخر الفيديو، لازم تستنى معايا عشان طريقه انك تجيبه ليها تويستايه حلوه عشان تسمع. عشان الكلام اللي ده من غير الشيت ولا حاجه، انت خدت الشيت وما عملتش بيه حاجه، ما عرفتش تتعامل، يبقى ولا الهوا. فبالتالي انا هديلك الارخص في الاغلى في الاغلى في الاغلى، وهديلك من اللي بيجيب عائد مادي كويس، والاحسن والاحسن والاحسن. بس الفكره لازم تستارت من السلمه من البدايه. ليه؟ عشان زي الجيم كده، فاهم؟ لازم في حاجات لازم تطلعها، ما تنفعش لو اتصبت وانت بتلعب على كبير هتبقى الوقعه بتاعتك كبيره مهما كان الليفل المادي بتاعك. انا دلوقتي جمعت، عايز افتح كلام، لازم امنشن ال6 نقط دول: انا مين، البراند بتاعي، ابقى صريح جدا لو اتسالت اي سؤال، امنشن الشيبنج تايم بكل صراحه، قول البادجت بتاعك. انا عن نفسي هحكمك ان الاعلان بتاعنا، انا عن نفسي هحكمك هقول لك ان البادجت بتاعك هيتعمل ب$100. اي اعلان عندك حاول تحط له $100 بس، مش اكتر من 100 ل 150. لو واحده قالت لك اقل من كده، يبقى ما هو يا جماعه $80 دي يعني انت فعلا، يبقى انت كده هتديني محتوى بس، انت مش جاي تجيب لي مبيعات. اللي فعلا بيجيبوا سيلز من اول $100 فيما فوق، لكن غير كده تبقى كلها اونطه في الشنطه من الاخر. وتتكلم، تحاول انك تتكلم من بروفيشنال ايميل، معكش بروفيشنال ايميل مش عارف تجيبه، اتكلم من انستجرام بتاعك بتاع البراند، مش بتاعك انت. مش ما تبقاش انت اسمك محمد خير الله، وتكلم واحده تقول لها
انا اونر لبراند، لا انا عايز تتكلم باسم ايه يا اما البروفيشنال ايميل، وده تجيبه من نيم شيب وكده، شات جي بي تي والقصص دي مش قصتي دلوقتي، الا اما انستجرام بروفايل. يبقى احنا كده هنجمع، هتاخد الايجنسي من عندي، هتفتح كونفرزيشن. طب الكونفرزيشن بعد كده هتقول لهم البادجت بتاعك، هم هيقولوا لك ده تمنهم، هتتعامل يعني انا هديك ليست، هتفتح الكونفرزيشن. يبقى كده الستبس بتاعت الكلام كله ماشي ازاي، الديل كله بيمشي ازاي. انت بتكولكت، طب ما فيش كولكت، انا كده كده بديك الليست، يبقى انا هديك الليست، هتعمل لهم اوبن كونفرزيشن، انا هوفر عليك اول 2. التالتة هديك الكونفرزيشن، هديك الرساله، بس اصبر، بس بتديهم الرساله. بعد كده هم بيقولوا لك السعر، ما تحاولش تفاصل، ما تحاولش، دي ريت، ده اللي هو ايه في البدايه اتليست. وبعد كده هتلاقيهم هم بيدوا لك سبيشال اوفرز. يعني في البدايه بيبقى زي السعر الرسمي، بس لما بتليك بتتعامل مع ديل واحده واثنين وثلاثه بيبقى خلاص. بعد كده بتحول لهم. طب حولت لهم سيف، انا لما اتفقت مع واحده مثلا على $100 من اللي انت بعتهم لي، او $200، 2، احول لهم ازاي؟ كلمنا يا باشا، كلمنا، هتلاقي اسفل الفيديو رقم الواتساب بتاعنا، على اي حاجه، فيسبوك، انستجرام، تيك توك، كلمنا على اي حاجه. عايز احول يا جماعه للعنوان الفلاني، واحنا هنحول. وكده كده ما عندناش عموله، يعني ما بناخدش عموله. سادس حاجه، بتديهم برومو كود 100%. بتخش على شوبيفاي، بتعملها اماونت اوف اوردر، اللي هي بتبقى تالت اوبشن. بعد كده بتحدد السيتنجز زي كده بالظبط، خدها سكرين شوت، بتخليه سهل عشان الانفلونسر هو بيدخله. اوعى تاخد عنوان في الشات. ليه؟ لانه انت مش هتبقى عارف النيم ازاي والدنيا ازاي، انت ايه، الموضوع سهل جدا. طيب المسج اللي هي بتاعت ايه، اللي هي بتاعت اوبن كونفرزيشن، انا هنا معلش اديتكم البرومو كود، برومو كود 100%. كل دي حاجات ستيبس، ما تبقاش واقف اللي هو ايه، مش دي اللي هتعطلك. خش يا باشا على، هتلاقيني انا شارحها، هتلاقي 300 مليون واحد شارحها، هاو تو ميك برومو كود 100% شوبيفاي. بعد كده دي الكونفرزيشن، خدها حتى سكرين شوت، دي الاوبننج بتاعت ايجنسي ولا لا. هلو، انا كذا كذا كذا، من اسم البراند، اسم اجنبي. وبعد كده احنا عايزين strong influencers with agency. بعد كده البراند تقول لهم الموقع، الاوفرز، البراند ده بيوفر ملابس رياضيه للبتاع، يعني ايه، وصف بسيط. الشيبنج بتاعك كويك اند رايبل تو وورلد وايد، لو سالك بتوفر في قد ايه، قول له زي علي اكسبريس بالظبط. ادفرتايزنج كذا، والاوبجيكتيف بتاعي انا عايز سيلز. بسيطه جدا. ساعتها بتبعت المسج دي لكل الايميلات اللي انا بعتها لك، وهم بيبتدوا يردوا عليك. هقول لك على 6 حاجات دلوقتي، انا هدي لك ليست تقريبا هيبقى فيها 10، اتليست تست مع 3. ابعت لل10 كلهم، واللي يجاوبك قفل مع 3. طب يا سيف انا مش معايا فلوس، ما تخشش الدروب شيبنج طول ما انت مش معاك اقل من $500. ما انت ما دونت اكسبكت ان انت تعمل ملايين وانت معاكش فلوس. في مثل اسمه يو ماست باي تو بلاي، يا باشا هتدفع، لازم. مفيش حاجه اسمها تجيب فلوس من غير فلوس، دي تنساها تماما، يبقى تبقى موظف بقى. تاني حاجه، حاول ان انت ما تبقاش لما يكون في بروفايلز مثلا ناس بتاعت الصيد، مش لا بلاش تتعامل مع الناس دي، يعني تبقى خليك في البروفايلات الجنرال شويه، الناس بتوع اللايف ستايل، بتوع الفاشن. لما تيجي تقفل مع ايجنسي، حاول تبعت بالفاست شيبنج، تكلم المورد على علي اكسبريس، تقول له شحن لي بالفاست شيبنج وايه، بالدي اتش ال، وبتبقى متغلفه احسن. حاول دايما تبقى صريح، انت دروب شيبنج، انا دروب شيبنج، ما تحورش، انت مش جاي فلوس ومش هتحور. حاول انك ما تقلش عن $100 في الادفرتايزنج الواحد، وما تعلاش عن 200 في الادفرتايزنج الواحد، استحاله. والادفرتايزنج ممكن يبقى اي وقت. حاول الايجنسي تظبط لك الادفرتايزنج كله، ما تلعبش فيه من الاخر، ما تحفركش. هم اسمهم انفلونسرز ماركتنج ايجنسي، مش هتيجي انت تقعد تعدل عليهم. فمن الاخر السامري كده، واحده واحده هتكوميونيكيت مع الايجنسيز اللي هبعتها لك، هتبعت لهم المسج دي، وبعد كده تدفع لهم. ولو مش عارف تدفع لهم كلمنا، هنساعدك في التحويل بشكل يعني مريح جدا. وبعد كده بصوا بيعملوا الاوردرات بتاعتهم اهي عندنا بطريقه
لما تديهم البرومو كود 100% بيعملوا اوردرات. دي مثلا حتى لو لاحظتوا يا جماعه دي 1009 1010 1011 ده لسه اول البراند لسه معمل له في ايه حوالي 6 8 من 9 6 انفلونسرز او 7 كولابريشن. انا بتعامل مع 7. بعد كده هتشيب، بعد كده الادفرتايزنج بتاعك هينزل، بعد كده سيلز يا باشا. ما فيهاش. ودي كلها انا ما باخدش سكرين شوتس من حد، دي حاجتي. عشان تاخد الليست دي هتبعت لنا على الواتساب كود. هتلاقي الواتساب بوتن تحت، ما فيش غير بوتن واحد بس. هتبعت لنا على الواتساب كود اسمه 5041 5041. هتبعت لنا الرقم ده بس، واحنا هنبعت لك الليست فيه المسج وفيه كل حاجه. بس كده اشكركم واتعاملوا. ولو في اي حاجه وهتلاقوا الناس اللي عندي كمان بتفولو اب معاكم، عشان انا عايز الناس تعمل حاجه من غير ما اخد منها اي حاجه. صدقوني مش خلاص انا يعتبر وقفت الكوتشنج ومش اي حد بقيت باخده. يخلي الناس تعمل. اهم حاجه ما تنساناش، لو انت عملت حاجه ارجع قول لي كلمه حلوه ووريني واعمل لي ريفيو. ده عندي بالفلوس كلها صدقني. بس كده اشوفكم على خير. سلام عليكم.